نقار الخشب قرر يتجوز علشان الفلوس، ولقي ست كبيرة وغنية. في يوم كان بيصرف براحة في فندق فخم، حاول يدي بقشيش بعملة واحدة، فالجرسون زعق له ورماه بره. ولما نقار الخشب حاول ياخد شنطته تاني لقى نفسه واقع في الزبالة. في اللحظة دي إعلان زواج لفت نظره. نقار الخشب تخيل حياته الجديدة فوراً، أكل فلة وخيره فلوس، متحمس، اتصل بالرقم، صوته الناعم رد عليه ووافقت تتجوزه فوراً. نقار الخشب راح العنوان، لقاها عايشة في قصر فوق الفخامة، حمام سباحة بره، أوضة معيشة جد كده تضيع فيها، سجاد ناعم تحس إنك بتعوم عليه. المنظر كان خيالي لدرجة إنه حس إنه بيحلم، بس صوت فجأة رجعه للواقع. نقار الخشب وقع من الإغماء. الست الغنية دوست على زرار الأسانسير، ولما فاق وبص عليها بدأ يخبط على الزراير علشان يهرب. نزل التاني. نقار الخشب دوست زرار السرعة القصوى. بعدها بثانية وهو جعان راح على الأكل، لكن الست كانت وراه بتاخد كل حاجة بيحاول ياكلها. حاسس إن في حاجة غريبة، شال مراية، اتخض لدرجة إن الإزاز اتشقق، خطف فرخة روست وجري، بس الترابيزة فضلت تتمطى معاه. أول ما فتح باب دخل في حضنها تاني، فرخة ماشية عدت جنبه. النقار الجعان جري وراها لكن رجع لنفس الست، جري وهي جريت وراه، وكل محاولة هروب كانت ترجعه ليها. كمان كانت بتغير لبسها على حسب كل أوضة. وطلعت له في التلفزيون. نقار الخشب قفل التلفزيون وهرب على أوضة، لكن الباب اتقفل وراه، والأسوأ كانت مستنياه جوه لابسة فستان الزفاف. مرعوب كسر الباب وجرى، بس الجزيرة كلها كانت بتاعتها. سافر نص الدنيا ووصل لجزيرة مقطوعة، واتسحب لجوه غواصة بسبب فرخة روستو ماشية. الفرح خلص، المأذون مشي، ونقار الخشب عاش في سعادة وهنا.